تعال أقول لك حكاية ولد من حي بسيط في اسكندرية. ما كانش بيتخيل وهو بيلعب في الشارع إنه في يوم من الأيام صورته هتتعلق على أكبر أتوبيسات لندن، وإن اسمه هيتكتب في هوليود جنب أسامي أساطير السينما. أنا اتولدت سنة 1932 في بيت صغير جنب البحر، وكان اسمي وقتها مختلف مش الاسم اللي اتشهرت بيه بعدين. كنت من عيلة متوسطة، أبويا تاجر خشب وأمي ست الستات. كانت دايما شايفة فيا حاجة مش عادية. وانا صغير كنت بحب التمثيل، بس عمري ما تخيلت ان ده ممكن يكون شغل بجد. كنت بروح مدرسة اسمها فيكتوريا، وهناك الدنيا فتحت لي دراعاتها. اتعلمت لغات وتعرفت على ناس من جنسيات كتيرة. من وانا عندي 12 سنة كنت بمثل على مسرح المدرسة وبقلد المدرسين، وكانوا كل زمايلي بيضحكوا وبيتبسطوا. بس محدش كان عارف ان التهريج ده هيتحول في يوم للاحتراف. بعد ما خلصت المدرسة دخلت جامعة القاهرة ودرست الرياضيات والفيزياء. والله زي ما بقولك كده، كنت شاطر جدا بس قلبي ما كانش هناك. كنت حاسس ان في حاجة بتشدني ناحية التمثيل. جربت اشتغل مع ابويا في تجارة الخشب، بس كنت حاسس ان ده مش مكاني. وفي لحظة مفصلية قررت اسيب كل حاجة وامشي ورا حلمي. قدمت على معهد التمثيل، وكان القرار ده بداية كل حاجة بعد كده. والمفاجأة إن أول دور أخدته في السينما كان قدام واحدة من أشهر نجمات مصر، وكنت مرعوب جدا. الفيلم ده ما كانش بس بوابتي للفن، ده كان بوابتي لحب عمري كمان. قصة حب حقيقية بدأت ما بين مشهد ومشهد، وبعدين القصة دي فضلت محفورة في قلبي حتى بعد ما فرقتنا المسافات. بس الطريق ما كانش مفروش ورد، ده كان زمن السينما العربية لسه بتتكون فيه. ما كانش سهل تلاقي فرصة ولا تحافظ على اسمك وسط موجة نجوم طالعين كل يوم. بس أنا كنت مختلف، كنت بدور على التميز مش بس الشهرة. وده اللي خلاني أعمل حاجات محدش كان بيتوقعها من ممثل عربي في الزمن ده. عارف، أول مرة سافرت برا مصر كنت رايح مهرجان. اتفاجئت ساعتها إن فيلمي عجب الناس هناك، وكانت الناس اللي بره أكتر من اللي اتفرجوا عليه هنا. ساعتها بس فهمت إن الفن الحقيقي ملوش حدود ولا لغة. وما بين يوم وليلة جالي عرض من مخرج إنجليزي عالمي. ساعتها كل الناس قالت لي أبقى مجنون لو وافقت، بس أنا وافقت وكنت حاسس إني قد التحدي. في الفيلم ده مثلت دور عربي فارس بيحارب وسط رمال الصحراء، ومشهد دخولي في الفيلم كان من أعظم اللحظات اللي عشتها. الكاميرا كانت بتقرب وأنا ماشي على الحصان وسط الغبار. العالم كله اتفرج عليا، وأنا ما كنتش ساعتها اتعودت إن أنا أسمع اسمي بصوت إنجليزي. الدور ده رشحني لجوائز كتيرة وفتح لي أبواب ما كنتش أحلم بيها، بس التمن كان غالي. غربة ووحدة وبعد عن الناس اللي أنا بحبهم. الغربة علمتني حاجات كتيرة، أولها إن الشهرة مش دايما نعمة. لما بقيت أمشي في شوارع باريس أو لندن والناس بتبصلي وتهمس، كنت ساعتها بحس إن أنا محاصر. كنت في مصر معروف بس بره بقيت نجم، ودي كانت مسؤولية كبيرة جدا. التمثيل بلغات تانية ما كانش سهل، أنا بتكلم عربي وإنجليزي وفرنساوي. بس لما تيجي تمثل بلغة مش لغتك الأم وتحاول تخلي الإحساس يوصل طبيعي بيكون تحدي كبير. بس أنا كنت مصمم أتعلم، وفعلا في فيلم ورا التاني بدأت أسيب بصمة. يمكن أكتر حاجة الناس مش عارفينها عني إن أنا مثلت قدام ناس زي أنطوني كوين، ومثلت كمان قدام نجوم كبار، بس ولا مرة حسيت إن أقل منهم. كنت دايما بقول لنفسي إن الممثل مش جنسية، وده اللي كان بيخليني أأدي من قلبي حتى لو كنت تعبان، حتى لو كنت لوحدي. بس برغم النجاح كانت دايما في حاجة ناقصة. كنت بعيدة عن ابني، بعيدة عن بلدي، بعيدة عن نفسي. حاولت أرجع مصر أشتغل فيها أعيش فيها، لكن للأسف ما كنتش دايما بلاقي الترحيب اللي استنيته. شوية من الناس شافوني إن ده اللي سابنا وراح يشتغل في أمريكا، بس أنا عمري ما نسيت أنا مين ولا جيت منين. رجعت في بداية التمانينيات وعملت أفلام عربية، وجزء من الأفلام دي خد جوايز، بس الأهم إن أنا كنت حاسس إن رجعت للجذور. كان عندي حلم إن أنا أعمل فيلم بيجمع ما بين الشرق والغرب، وفعلا شاركت في فيلم فرنسي اسمه السيد إبراهيم وأزهار القرآن، وده بقى من أحب الأدوار لقلبي. الفيلم ده مش بس رجعني للناس، ده رجع لي إيماني إن الفن ممكن يوصل ما بين ثقافات، ما بين أديان، ما بين قلوب. خدت عنه جايزة سيزر كأفضل ممثل، وساعتها بكيت بجد. بكيت مش علشان الجايزة، لكن علشان حسيت إن سنين الغربة دي ما راحتش هدر.
وبالرغم من إني اشتغلت في اليود وبالرغم من البيزنس والفلوس والسفر، عمري ما نسيت إن أنا في يوم كنت ولد كان بيحلم، وأنا لحد آخر نفس فضلت أحلم. في أواخر حياتي بدأ الزهايمر ياخد مني شوية شوية، بقيت بنسى أسماء، بنسى تواريخ، بس دايما كنت فاكر إحساس الكاميرا، كنت دايما فاكر ضحكة الجمهور، وفضلت فاكر أول مرة اتفرجت على نفسي على الشاشة. أنا مش أسطورة ولا ملاك، أنا بني آدم حلم وتعب ووقع وقام. يمكن لما مشيت الناس بتفتكرني بكلمة أو بدور أو حتى بضحكة، بس أنا كل اللي أنا كنت عايزه إن أكون جزء من حكاية الفن، وأظن إن ده حصل. لو كنت عرفت أنا مين، أو القصة دي لمست فيك حاجة أو خلتك تبتسم أو حتى تفتكر حد بتحبه، اعمل لايك للفيديو واكتب في التعليقات إيه أكتر فيلم بتحبهولي. وما تنساش تشترك في القناة علشان تشوف حكايات تانية عن ناس صدقوا في نفسهم وحققوا المستحيل.